السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تكملة بقى للفيديو اللي كنت منزلاه قبل كده، حاجات ما تعملهاش لو انتي مامي جديدة. هكمل لكم النهارده ان شاء الله باقي النقط اللي كنت بتكلم فيها يعني. اتمنى بس يعني انتوا تستفادوا، وعايزه اقول لكم الحاجات ديت من واقع خبرتي يعني الكام شهر اللي فاتوا. فلو في اي كومنت انا هتقبله عادي، ادينا بنتعلم من بعض. لو في حاجه عايزين تضيفوها برضو اكتبوها في الكومنتات، انا استفاد منكم، واي حد برضو هيشوف الكومنتات يستفاد من اللي انتوا هتقولوه برضو ان شاء الله. يلا بينا بقى نبدا. اول حاجه من الحاجات اللي ما تجيبيهاش في البدايه خالص المخدات اللي هي الصغيره، لان في الاول هو مش هينام على اي مخدات. من الحاجات كمان اللي بلاش تجيبيها البافيتات. انا شايفه ان هي ملهاش لازمه في البدايه اصلا، لان هما لما بيجوا يشوطوا او بيرجعوا يعني بيكون دايما على الجنب، فالبافيتا دايما بتكون يعني قدام كده، فدايما القشط او كده بيجي من على الجنب. فالبافيتا لما تجيبيها ما تجيبيش اللي هي المدوره دي، في بافيتات كده بتكون عريضه كده من على الاكتاف، دي هتكون احسن بكتير يعني. بلاش البافيتا الصغيره اللي هي بتكون مدوره كده من قدام. تمام. كمان من الحاجات اللي برضه بلاش تجيبيها في يعني خالص بقى اصلا ما تجربيهاش مع البيبي، التيتينا. يعني انا سمعت يعني دكاتره كتير بيقولوا ان هي مش كويسه او مش صحيه، يعني بلاش، متعوده مش كويسه، وهتضطري انك انت كمان فتره انك انت تفطمي منها، فهيبقى تعب عليكي اصلا، ويعني هي مش كويسه. يعني انا مش شايفه ان ليها اي فايده خالص. يعني انت مثلا بتسكتي البيبي عن ايه؟ يعني هو اكيد محتاج حاجه. فالبيبي يعني لما بيعيط هو بيكون عنده احتياج معين، يعني مثلا عايز يرضع، تعبان، زهقان، في اي احتياج هو بيعيط عشانه. فانت لما تديله تيتينا انت بتسكتيه يعني عن احتياجه اللي بتلهيلي عن الحاجه اللي هو عايزها، لا لبيله احتياجه، شوف هو بيعيط ليه وهو هيسكت بس. فمش محتاجين التيتينا في حاجه يعني. في البدايه ما تجيبيش الحفاضات اللي هي اللي بحجم الصغير الاولاني ده اللي هو رقم 1، ما تجيبيهوش يعني باعداد كبيره، او مثلا تجيبي كذا باكيته، عشان هو في البدايه اولا انت مش عارفه هل هيرتاح على النوع اللي انت جايباه ولا لا، وكمان ممكن البيبي يكبر بسرعه جدا، يعني ما شاء الله يكون لبنك يعني دسم، فتلاقيه كبر بسرعه وخلاص اللي انت جايباه ده صغر عليه، فتضطري ساعتها انك انت ما تستخدميهوش. ففي الاول هاتي باكيته صغيره هو يجربها، وفي نفس الوقت تشوفي هل هتكفي معاكي ولا لا، ولو احتجتي تاني بقى ابقي هاتي. بلاش في البدايه تدي اعشاب، عشان الاعشاب مش صحيه ومش مفيده خالص للبيبي، وهتخليه يشبع بسرعه، ويعني المفروض ان هو يرضع اكتر ما ياخد اعشاب. هي تديله اعشاب اصلا هو مش محتاجها، فبلاش اعشاب خالص. البيبي بقى لما يبدا يتقلب اوعي تنيميه على السرير، عشان بعد الشهر ممكن يفضل يتقلب وانتي بره مثلا بتعملي حاجه ومش عارفه، فبعد الشهر بعد شويه يا رب ممكن يقع من على السرير. مجرد ما يبدا يتقلب خلاص ينام، تفرشي له بقى على الارض مثلا، يعني حاجه طبعا عاليه او كده، عشان برده ما تبقاش الارض ناشفه عليه. او تجيبي مثلا بيبي نست، يعني في بيبي نست ممكن تحطيه فيه برده تنيميه عليه. مجرد ما البيبي يبدا ان هو يسند نفسه ويقف، اوعي تغلطي وتسيبي اي حاجه على الترابيزات، عشان هتقع كلها وتتكسر وهتندمي اخر ندم. وهو بعد الشهر ممكن يعني يوقع حاجه تقع عليه، يتعور او اي حاجه بعد الشهر يعني. فمجرد ما حسيتي خلاص ان هو بدا يسند نفسه، الحقي نفسك بقى على طول. من رايي الشخصي ان سرير البيبي ملوش اي لازمه، لان هو بعد كده هتلاقيه لازق فيكي وعايز ان هو ينام جنبك، وكمان يعني الرضاعه هتكون اسهل عليكي لما هو يكون جنبك بصراحه، لان هو بيكون على السرير، فبتضطري تقومي بقى، انت بتقومي اصلا 50 مره بالليل، وبتقعدي تقومي وتروحي وتيجي، بيبقى الدنيا صعبه يعني. فبلاش سرير احسن. النصيحه بقى الاولى والاخيره، اوعي ترضعي قدام حد، حتى لو بترضعي صناعي ما تبينيش الرضعه قدام حد. ويا رب يحفظ كل اولادنا ويعيننا على حسن معاملتهم وتربيتهم تربيه حسنه يا رب ان شاء الله، ويدينا كده الصحه والعافيه يا رب. ادعولي بقى، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب زي ما قلت لكم، وتابعوني دايما عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. مع السلامه.